لو عايز تقابله اسجد. أنا الشر اللي ممكن يأذيك من غير ما تعرف. أنا الساحر اللي عنده خدام ملهمش عدد. أنا ممكن أعمل عمل أأذي بيه واحد في أبعد نقطة على الأرض. ممكن أجيب لك عريس، ممكن أفتح لك مقبرة، وأقدر أعمل أي حاجة نفسك فيها. بس بالرغم من كل ده لسه ما وصلتش للي أنا عايزه. أنا عايز القوة المطلقة، القوة اللي هتخليني فوق كل قانون وفوق كل البشر. أنا مش عايز أبيع روحي للشيطان، أنا عايز أبيع روحي لإبليس نفسه. دورت كتير على الطقوس تحضير هلاك حصان إبليس، بس ما يئستش. فضلت أدور وابعت خدامي في كل حتة في العالم، وفي كل حتة في عالم الجن، لحد ما جال الخبر اليقين إن في شيطان واحد بس يعرف الطقوس دي، والشيطان ده اسمه هدام. دخلت أوضتي وبدأت أحضر هدام، وفعلا حضر كائن مرعب وضخم. وقف قدامي وقال لي ايه المطلوب؟ قلت له على طلب. قال لي عندي شرط واحد. موافق. قال لي اسجد. ما ترددتش لحظة وسجدت. وقال لي في ليلة اكتمال القمر تجيب طفل وتروح المقابر وتفتح مقبرة وتنزل جواها، تذبح الطفل وبدمه ترسم دايرة وتنام جواها عكس اتجاه القبلة، وتنده وتقول هلاك. وفعلا في ليلة اكتمال القمر رحت المقابر، اتفقت مع التربي على كل حاجة، وقلت له انا هنزل المقبرة وانت عدى عليا بعد ساعة وانده 3 ندهات. لو ما ردتش عليك اعرف اني خلصت ومشيت، بس اوعى تنزل المقبرة عشان هتتأذي. عملت الطقوس ونمت جوه الدايرة. حلمت اني واقف على حافة بركان، وشفت حصان اسود واقف بعيد، وسامع صوت بينده عليا. مش مهم، المهم الحصان اللي شايفه قدام عيني. فجأة الحصان طلع يجري وانا جريت وراه. فضلت اجري واجري، جريت ورا الساعات لحد ما اختفى. صحيت وانا غضبان اني ما عرفتش اوصل اللي انا عايزه. جيت اخرج من المقبرة لقيت الباب مقفول. فضلت اخبط على الباب، افتحولي افتحولي، انا هنا. محدش سمعني ولا حاسس بيا، وسمعت صوت رعد قوي، وصوت جاي من ورايا بيقول من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟